بداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. كيف يمكن أن تكون إجابتهم متطابقة إلى هذا الحد؟ هل يا ترى قاموا بتبادل الأوراق في لحظة من لحظات الإلهام الجماعي؟ أم أنهم تواصلوا إلى هذه الإجابات العبقرية بشكل مستقل تماماً؟ في نفس اللحظة وبنفس الكلمات وبنفس الأخطاء الإملائية. المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح والمدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح أليس هذا مثيرا للدهشة؟ هل يعني ذلك أن أدمغتهم متصلة ببعضها البعض بشبكة عصبية سرية؟ أم أنهم ببساطة تلقوا إشارة عقلية جماعية من كوكب آخر؟ تخيلوا معي السيناريو: طالبان يجلسان بجانب بعضهما البعض، كل منهما يحدق في ورقة الأسئلة، ثم فجأة يرفعان قلمهما في نفس الوقت ويبدأان في الكتابة بنفس الخط وبنفس السرعة، وكأنهم يتحكم بهم نفس العقل. ولكن كيف يخطئون ويصيبون معا؟ هل يتفقون على الأخطاء أيضا؟ أم أنهم يرتكبون أخطاء مختلفة تماما ولكن بطريقة متناسقة بشكل غريب؟ يبدو أننا بحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق علمية عاجلة لدراسة هذه الظاهرة الغريبة. ربما يكونون قد اكتشفوا طريقة جديدة للتعاون، أو ربما يكونون قد اخترعوا لغة سرية خاصة بهم، لغة من كوكب آخر. في النهاية لا يسعني إلا أن أهنئ هؤلاء الطلاب المبدعين على هذا الإنجاز الفريد. لقد أثبتوا لنا أن الإبداع لا حدود له، وأن العقل البشري قادر على تحقيق المستحيل في العالم الآخر. ولكن يا ترى هل سيحصلون على الدرجات الكاملة أم سيتم